في إطار تحديث ترسانته العسكرية التدريبية والقتالية والدفاعية، ومع تطور العلاقات المغربية الصينية، تدرس الرباط اقتناء طائرة التدريب القتالية الصينية F-15 فالكون. ذكرت تقارير أن القوات الجوية الملكية المغربية تفكر في الحصول على طائرات التدريب القتالية الصينية الصنع F-15 فالكون لتكون بديلا محتملا لأسطولها القديم من طائرات ألفا جيت. وتم تطوير طائرة ألفا جيت بشكل مشترك بين شركة داسو للطيران الفرنسية وشركة دورنير الألمانية. دخلت هذه الطائرة الخدمة منذ أواخر السبعينيات، حيث تستخدم بشكل أساسي لأغراض التدريب والهجمات الخفيفة. ولكن مع تقدم الزمن أصبحت طائرة ألفا جيت غير قادرة على تلبية متطلبات العمليات العسكرية الحديثة. وكانت القوات الجوية الملكية المغربية قد حصلت على 24 طائرة من هذا الطراز بين عامي 1979 و1981 لتعزيز قدرات التدريب والهجوم الخفيف لديها. أما فيما يتعلق بمواصفات الطائرة الصينية F-15 فالكون، فهي تعتمد على نظام دفع مكون من محركين توربينيين، وتستطيع الوصول إلى سرعة 1.4 ماخ، كما يمكنها حمل ذخائر مثل صواريخ جو بالإضافة إلى قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية. وتتميز F-15 فالكون في مهام التدريب القتالية الحديث بتقنيات مثل نظام التحكم بالطيران الإلكتروني ورادار مصفوفة المسح الإلكتروني السلبي وقمرة قيادة زجاجية، ما يدعم دورها في إعداد الطيارين للطائرات المقاتلة من الجيلين الرابع والخامس. ينضم إلينا إذن من فانكوفر الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية هشام معتضد. أهلا وسهلا بك معنا. يعني المغرب يعزز إذن كما ذكرنا أسطوله ليصبح لاعبا رئيسيا في سماء إفريقيا. ما القيمة العسكرية التي تضيفها طائرة F-15 فالكون للمغرب؟ شكرا على الاستضافة. أظن أن التوجه المغربي في إطار اقتناء هذا النوع من تحديث أسطوله الجوي يدير إشارة إلى المنطقة الإقليمية، كونه أن المغرب ليس بصدد تطوير أسطوله الثقيل أو سلاحه الثقيل، وإنما أيضا يتيح الفرصة لتطوير أو تحديث أسطول التدريب والهجوم الخفيف. وكما أشرتم إلى ذلك أستاذة، أن المغرب كان يعتمد في القدم على طائرات الألفا جيت الألمانية والفرنسية الصنع، ولكن الآن المغرب بحاجة إلى تحديث أسطوله الجوي، خاصة فيما يخص الهجوم الخفيف، ويتيح أيضا للطيارين المغاربة التأقلم مع التكنولوجيا